وعليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملوا مراجعة لتن جزائري. تون فتاة تن بالزيت. آه نلقاه في السوق. ما في السوق معناه يتباع. هو لا محالة ظهر لي يجي عن طريق السوق الموازي. أما معناه تهريب، أما راهو من المفروض عادي، معناه المفروض منتوجات جزائرية تجي معناها ثم اتفاقية ما بين تونس والجزائر نتاع تبادل مشترك. إن شاء الله نعودوا نشوفوه معناها بطريقة قانونية كما نقولوا نحن، مش مهرب. 3 كعبات، 3 كعبات ب4000. يعتبر سوم مناسب للجيب مقارنة بالطن الموجود في المغازات، الطن التونسي كل شيء. هو طن مفتت به. وفي نفس الوقت باش نحكوا قصة كونا تونة اللي هو منتوج طن ليبي، وعلاش الطن الكل يجي من تايلاند. باهي هذايا. ريت المرة اللي فاتت تفرجت على بودكاست نتاع رزق. هذا يحكي على جابوا واحد ليبي من بنغازي، عنده علامة اسمها كونا تونة اللي هي علامة نتاع تن ليبي. ظهر الشعب الليبي في البحر الأبيض المتوسط هم أكثر شعب يأكل يأكل معناها التن. آه، باهي. خلينا نكملوا. ما نشوفوا التن هذايا المفتت الجزائري اللي اسمه تون. معلب في بومرداس الجزائر. بومرداس الجزائر. باهي. عاد نرجعوا لحكاية التن في البحر الأبيض المتوسط. ريت أي تن تلقاه معناها في تونس والجزائر وليبيا وإسبانيا وإيطاليا، كله جايبينه من تايلاند. علاش؟ خاطر التن اللي يتعلب يصطادوا فيه في المحيط الهادي والمحيط الهندي، معناها في شيرة الهند وشيرة البرازيل وشيرة برشا دول الحصيلو ما هيش في البحر المتوسط. والتن نتاع البحر المتوسط يتباع لليابانيين، خاطر هو التن هذا قبل كان راهو في السبعينات كان يتعبى في حكوك ب5 كيلو، اللي هو التن الازرق نشوف فيه نحن في برنامج ناشونال جيوغرافيك. من بعد اليابانيين نفحوا به. التن هذايا معناها يدخل من شيرة المحيط الأطلسي، يدخل يجيب على مضيق جبل طارق، ومن بعد يجيب على الجزائر، ومن بعد يجيب على تونس، ومن بعد يوصل حتى خليج سرت، ما يوصلش لمصر. وفي طريقه هو كانوا يصطادوا فيه من بكري. هو جماعة الرومان كانوا في إسبانيا معناها يخرج لهم معناها على الشط قريب للشط، يجبدوه ويهزوا ويجفوه، كانوا يستعملوا فيه في الحرب، معناها يأكلوا فيه الجنود وكل شيء. اللي هو التن ذو الزعنفة الزرقاء. هذا من بعد نفحوا به اليابانيين، ولوا معناها كل دولة عندها كما نقولوا نحن عندها الكوتا نتاعها، عندها النسبة نتاعها اللي لازم ما تفوتهاش كل عام. يا أخي ولوا عملوا منظمات وكل شيء، ولا معناها الحصيل غالي. واليابانيين هذولا يشرطوا عليك تصطادوا يلزمك تخليه حي في الماء، معناها يهبطوا له بالغواصين ويشدوا يهزوه لليابان تتباع، معناها ولا تتباع تشوف فيها نحن بمليون دولار وكل شيء. بينما التن اللي معناها اللي موجود منه أكثر، اللي هو معناها النوع آخر اللي هو من نفس الفصيلة متاع التن، يتواجد برشا في المحيط الهادي والمحيط الهندي. والدول هذه إيطاليا وفرا إيطاليا وإسبانيا، خاصة إيطاليا وإسبانيا وتونس وليبيا وذوك عندهم من قبل من السبعينات معامل نتاع تن. المعامل هذه ما عادش مخلصها أنها معناها تخدم التن اللي هو غالي، خاطر هو بطبيعته ولا معناها كيشدوه يلزم ممنوع عليك باش تاكله، ممنوع عليك باش تبيعه في السوق، انت لازم تبيعه كان لليابانيين هذول. بقى نوع آخر متاع تن اللي هو معناها النوعية اللي قابلة للتعليب هذه. وفي نفس الوقت الدول هذه معناها التكلفة بانوا عندهم مصانع متاع تعليب تن، التكلفة متاع اليد العاملة وتنظيف وكل شيء كبيرة برشا. بينما التايلانديين في الوقت هذاك الكل استغلوا معناها الوقت باش عملوا أكبر معامل متاع تنظيف التن، ولا الاختصاص متاعهم عندهم زوز أكبر مصانع في العالم متاع تنظيف تن. ولو الأمريكيين وأي دولة أي معناها بلاد باش يعلبوا التن متاعهم يبعثوه لتايلاندا ينظفوه لهم ويرجعوه، ولا الاختصاص متاعهم تنظيف. خاطر التايلاندي بيدو معناها كشخص عنده مهارة مع مهارة ورخيص اليد العاملة متاعه، بحيث كي انت تحب معناها تخدم التن هذا المعلم ما عادش مخلصك، مادام هما ولا عندهم معناها الصناعة هذه وطوروها، ولت عندهم يجي 100 ولا أكثر من 150 مصنع متاع تنظيف تن. ومن بعد زاد تخصصوا أكثر في تعليب التن،
ولا معناها أنت باش تعلّب التُّن متاعك لازمك تهزّه للتايلانديين، تبعثه للتايلانديين تخدمه ويرجعوه لك. الحصيل وبما إنه التُّن هو من أكثر معناها أكثر شيء استهلاكًا بالنسبة لدول المغرب العربي. الظاهر الليبيين هم أكثر شعب ياكل التُّن في المغرب العربي. وهم أكثر دولة عندها أنواع التُّن الكل، معناها يستوردوا فيه بطبيعتهم وعندهم شوية تعليب. وتونس زادة عندها معناها التُّن لكنه أغلبيته موجه للتصدير. معناها المصانع متاعها باهية تعتبر ويصدروه، والجزائر زادة وشوي في إسبانيا وإيطاليا باهي. جا السيد هذايا متاع اللي هو من بنغازي، معناها عمل دراسة كل شيء، جرب أنواع التن الكل، لقى أنه هو معناها باش يعمل تن باهي لازم يمشي يجيبه من المالديف. المالديف مش معناها الدولة اللي هي نعرفوها نحن كان بالسياحة وكل شيء. المالديف هذه فيها صيادة وفيها معناها صيد بحري وكل شيء. يا أخي ولا يصطادوا معناها يمشي للصيادة متاع المالديف ياخذ من عندهم ويهزوا لتايلاند يعلبوا ويرجعوا. صنع به العلامة هذه اسمها كونا تونة. تو خليك من الرابط متاع البودكاست هذا فيه 3 سوايع هو شيق شيق جدا وبصراحة يستاهل أنك تتفرج عليه. وكل مرة نجربوا نوع جديد متاع تن هذايا معناها خاطر أنا شاد التليفون بيدي ما نجمش نحل كل شيء تنقص ونعاود نرجع نجربوه معناها. باهي بسم الله. هذه معناها التن هذا مفتت. آه نشوف المذاق متاعه مش هيك الخبير طول في التن وما تون. باهي الطعم متاعه بصراحة أنا خذيت منه قبل عجبني. وكل مرة نجربوا نوع متاع تن تو نجيب الأنواع الكل الموجودة في تونس والموجودة حتى برا. وصيت على كونا تونة ذا ثم واحد إن شاء الله باش يجيب لنا نجربوه وتفرجوا في البودكاست هذايا ومهم مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.